عليا الطلاق من امك لو ما نزلتش تقول نعم للدستور لا احرمك من الراوتر. يا حاج لكت وقافش على الواد وقافش على البيت وانزل قول وبتاع، تسال اي حد فيهم يا بابا نزلت تنتخب؟ طبعا. انت فاكرني ما عنديش انتماء ولا بلدي ولا ايه؟ يا حاج يعني لدرجه ان انت توصل ان انت تشكك في انتمائنا؟ لا خد تعالى بقى، فاكرين ايام مبارك لما كنا ننزل شويه عيال صيع وتسافله؟ مبارك ده لو مشي اسرائيل يخرب بيت الملل، بعبع في كل حته. احنا جيل مش زيكم. زمان مبارك الامن، مبارك اسرائيل، عارف لو مبارك مشي اسرائيل هتسيو ضخ. شويه الكلاب دول عايزين يسقطوا الحكم. شويه ده احنا البلد تضيع حروب. تسلم ايدينك. يوم ما مبارك اتنحى والله الشباب عملوها، الشباب عملوا اللي احنا ما عملناش. 3 ايام بعد الثوره اما كان حد يتكعبل في الاتوبيس، مجرد ان هو اتكعبل كده، ادي يا عم الشباب ادي اخلاق، استغفر الله العظيم يا رب، ادي الثوره. ماله مبارك ما كان حلو، ما كنتش بكعبل الاتوبيس وانا نازل. لا ولما الجيل بقى لما كانوا طبعا بعد الثوره والفيسبوك بتاع، شوف بقى الفيسبوك ده عليه ايه، يوم اسود يوم ما دخلت الفيسبوك. ما انت حاطط صوره محترمه ليك ولا حاجه فيجي يا عمك ولا حاجه يالا كبرت يالا فاكره ما كنت على عمك. يعني انا طبعا الناس كلها تزعل مني، ولكن هو جيل اتربى على القمع، جيل طلع مقموع دايما خايف من البعبع. بالنسبه للدستور بتاع الايام دي فانت عندكم بعبع الاخوان. تسلم ايدينك. يقول لك نعم للدستور ونعم للسيسي. اشمعنى؟ ايه اللي جاب الدستور للسيسي؟ فين مش دي المشكله الكبيره بقى، المشكله اللي بتاعت الشمخ الجواني دي. احنا امبارح كنا كلنا بنتريق بيقولوا نعم للشرعيه، خرفان شويه خرفان او مش عارف ايه، ومضحوك عليهم باسم الدين. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا اوامر المرشد يقول نعم الشرعيه انما احنا مش خرفان خالص، ولا حتى التلفزيون ولا الاعلام بيشارك في حاجه كده خالص. ننزل نقول نعم للدستور عشان الاستقرار. انسان ضعيف. بعبع الاخوان هو اللي خلى كل الناس اي حاجه بقى تاخد على فك. معلش اصل الاخوان موجود، اخد على فيها احسن. احنا جيل ما ترباش على البعبع ده. وشفت مثلا سالت واحد نعم ليه، قال لك والله الدستور ده نعم للجيش والسيسي، وانت ما بتحبش البلد ولا ايه؟ عشان بعبع الاخوان. اي حكومه عايز تدي الشعب على قفاها بتعمل حاجه اسمها صناعة العدو. في حاجة خايف منها، حاجة كبيرة قوي، ضررها كبير قوي، تاخد ضرر اقل منه شوية وتاخد على فاك بس تتبسط. ليه؟ عشان تخاف من الضرر الكبير قوي. تسلم ايدينك. سن السكينة سن السلاح، عدوك اسرائيل عدوك الاخوان، انا مجافبك الجميع. وموافقين على اي حاجة تتعملها تحت الاسم الجيش ولا تحت اسم اي حاجة عشان بعبع الاخوان. يعني كان واحد كنا بنقول عليه فلول امبارح ما شاء الله بقى يعني كبر وبقى رئيس لجنه ويعني زي الفل. نفس الجيل برضه كان زمان تحبه قوي، ده دبلوماسي، ده احسن واحد بيتكلم. يعني احنا شعب محتاجين واحد يتكلم وخلاص، عايزين حد يشتغل. يعني ايام مناظره برضه الله يمسيه بالخير اما كان يجي يتكلم هو كان جاي يترشح وبتاع يقول اي هري كده يتقال وخلاص. احنا طبعا في دستور بال جبنه، في دستور بال بطاطس، وده طبعا دستور جيل اللي بيوافق على اي حاجه عشان مرعوب بالبعبع ده. عشان كده انتوا فاكرين ان انتوا اللي فيها دي وطنيه وانتماء. لا خالص. الناس اللي تقول لا فين شباب زينا كده ان احنا ما تعودناش حد يلوي دراعنا. مش حاجه اسمها تدينا على قفايا فوافق على اي حاجه عشان ما تخافش من البعبع الكبير. خد على قفاك بس استحمل يعني، والا هجيب لك البعبع الكبير. تسلم ايدينك. ساعه الاخوان لما تفضل الاعتصام بتاعهم النسب العالميه لفض الاعتصام جوه الله يرحمه كان فاكر كنتاكي محل ملابس. بقينا نتكلم في النسب العالميه. ليه؟ عشان في بعبع كبير، البعبع اللي مخليك تعمل كل حاجه غلط، كل حاجه انانيه، كل حاجه تاخد على قفاك وتسكت. احنا بقى الجيل بتاعنا ما ترباش على كده، والجيل بتاعكم مش اكثر وطنيه مننا ولا حاجه. الجيل بتاعكم اللي ربنا على فكره خلص يا حبيبي وسافر على بره، روح لعمه اشرف في السعوديه هيديك شويه فلوس زي الفل، عمه محسن في كندا عنده شويه نسوان زي الفل. ما كانش فيه ريحه الانتماء في البلد من ساعه ما اتولدنا. ليه بقى في حرق دلوقتي على الدستور، وفي حرق قوي نعم مش عارف ايه، وان اللي ما يجددش الدستور يبقى بيخون الجيش والبلد؟ اشمعنى؟ ليه الربط ده؟ عشان انتوا اتعودتوا على القمع. حتى لو اي واحد بيتفرج دلوقتي او واحد بيفرج ابوه ولا امه على الفيديو دلوقتي، انت بلد سيس، انت في انتماء عندنا اكتر منك، انت اقمعوا الواد ولا ما بتتفرجش على الواد ده تاني. الواد ده قليل الادب، ولا ده مش متربي ولازم نقعده على الله.
كل ده عشان البعبع الكبير. والاخوان اللي 3/4 اللي نصهم مقتول ونصهم في السجن، في كده شويه 10 15 كده اللي هم بيمشوا في مظاهره في الشارع فيتقبض عليهم فيتضربوا وبتاع. انتوا عارفين مرسي لما كانت الناس نزلت في الشارع سقط ليه؟ عشان لما كان ما بيعرفش يستعين باجهزه الدوله زي الشرطه والجيش كده، كان بيفضي اي حاجه مش عاجباه هو بجماعه الاخوان، زي حصار المحكمه الدستوريه وفضي اعتصام الاتحاديه والكلام ده. معنى كده دي مش دوله قانون، ودوله مش الكل متساوي فيها، دوله ماشيه بالدراع يعني. كنا احنا اساتذه الديمقراطيه والحفاظ على الحقوق ايام مرسي، انما دلوقتي بقى في نسب عالميه اللهم صل على النبي عرفناها، بقى مش مشكله يتحرق. انت مش شايفهم عاملين ازاي؟ دول قلالات ادب. لا يا شيخ، عايز واحد شايف ابوه بيتقتل وامه بتتسجن ومش عارف مين بتعرف ايه واخوه بيتاخد وعايزه المفروض يعني يقف بسلميه ويشتمه. يا وحشين وحشين، ده هم من زمان وهم يعني عشان هو وحش يتقتل يعني يتحرق خلاص. البعبع الكبير اللي هو اي حكومه بتبقى ماشيه بمبدأ عرفهم لماذا يحتاجوا الينا، عشان البعبع الكبير. تسلم ايدينك. كنا بنقول على الاخوان انهم خرفان عشان بيقولوا نعم للدستور والعجله تدور وقالت الصناديق للدين ايه. نعم حبيبي، ده انا بحبك، قول لي. انما احنا لما كلنا نقول نعم والتلفزيون يقول لنا نقول نعم، احنا مش خرفان خالص ولا يعني بنتكلم على فكره نعم ولا حاجه. برضو ما عنديش مشاكل في كل ده، انما تشككوا في وطنيه الشباب اللي عمل لكم الثوره فيعني كده كتير شويه. بطلوا تقمعوا في العيال، عيب. عامة فاضل في نعش الديمقراطية حاجة واحدة بس، وهي ترشح السيسي. أول ما السيسي يترشح مبروك عليكم دولتكم بتاعت مبارك تاني، واحنا الجيل بتاعنا هيكمل بقى غالبا يكمل هجرة لإيطاليا ويغرق يا مش عارف ايه، اما نفضل نقعد نحاول نوصل للديمقراطية بحيث ان هو اخوان مش اخوان، اي حد في البلد مهما اختلفت معاه سياسيا ياخد حقوقه، مش انا استحلى قتله زي ما الجيل بتاعكم بيستحلاه، او انه شايفين ان هم قلالات ادب. الا ليه الادب يتحاكم انما ما يتقتلش. مبروك عليكم دولة العواجيز. احنا الجيل مش هيتربى على القمع زي ما انتوا اتربيتوا. نعم ان احنا ما نستحلاش الموت لحد احنا مختلفين معاه سياسيا عشان هم قلالات ادب وبتاع. يعني امن ان احنا كشباب نطلع نحقق الدوله اللي هي بتاعت ان احنا نعيش كلنا سواسيه، كلنا لنا حقوق لان كلنا مصريين. يعني امل برضو ان بنات جيلنا لما يكبروا كده ان شاء الله يعني ويروحوا يستفتوا في الدستور ما يرقصوش قدام اللجنه. ربنا يستر. تسلم ايدينك ياللي انت خليت البلح يقلب بطاطا، ياللي انت خليت الباي والبنج شوكولاته، ياللي انت خليت البتاع ويا البتاعن. تسلم ايدينك ياللي انت خليت البلح يقلب بطاطا، ياللي انت حبيت في فلاش كاركتر شلاطة، ياللي انت خليت البتاع ويا البتاع. وقت ما تزعل مصر بتطيب خاطرها، وقت ما تزعل خالتي برضو طيب خاطرها، اما عمتي بتزعل يعني طيب خاطرها، اصل احنا عيلة ما بتزعل يعني باخد على خاطرها. يلا